وبعد التجربة اقدر اقول لك ان صحتك وصحة ولادك في الاكل الطيب، صحتك وصحة ولادك في بيور لاند الحلوب، سمنة وزبدة وعسل نحل طبيعي. زي ما اتفقنا انا مش هقول كلمة الا لما ادوق، ولو عجبني كمان. انا جايبه لك اكبر علبه في مصر. ايه شغل الاعلانات ده؟ وانا مالي انا في اكبر من كده؟ طيب ايه الديكور وحش يعني؟ بقول لك لازم ادوق زي ما اتفقنا. خلاص ندوق. الكلمة امانة، انا هدوق. بيور لاند الحلوب. حلوة دي. دي السمنة البلدي الجاموسي. والله انا ما بعملها، بس بعملها المرة دي عشان الكلمة امانة، لازم ادوق بجد. هي ما ينفعش تاكل السمنة سكة قوي كده. كان زمان اهلنا زمان كانوا يحطوا السمنة دي على الحلبة وعلى المشروبات، كان حاجة فظيعة، عشان كده صحتهم ما شاء الله زي الفل. بيور لاند الحلوب. مرملة، مش زي الاعلانات لما بتقول مش عارف ايه مرملة، لا دي مرملة بجد، وريحتها هايلة، والطعم واضح جدا. على فكرة القريبين مني والله يعرفوا ان انا ما ينفعش اقول كلمة من غير ضمير، وما ينفعش اقول كلمة مش بأمانة. السمنة البلدي الجاموسي دي طعمها حلو جدا، باين عليكم عاملين حاجات حلوة. خليها دي هنا. على فكرة انا اول مرة اعمل اعلان، ما بعملش اعلانات كتير لان الموضوع ده يعني لازم اجرب الحاجة ولازم اعمل عن حاجة انا مقتنع بيها. ندوق البقري، انا مش عارف معدتي بقى يحصل فيها ايه، بس عموما دي حاجه صحيه جدا. كل حاجه بلدي هي صحيه جدا، غير المهدرج والنباتي والحاجات دي مصيبه يعني. انا بصراحه لا ارشحها اطلاقا يعني، وانا ما بدخلهاش بيتي ابدا يعني. انا عارف ان في ظروف اقتصاديه وحاجات كده، بس من الافضل ان انت ما تدخلهاش بيتك. دي السمنه البلدي دي البقري، زي ما انتم شايفين اللون عامل ازاي. طبعا واضح الفرق في اللون بين الجاموسي وبين البقري. يا بطني. طيب نعملها في الاكل. طيب بسم الله بسم الله. واضح فرق الطعم، هنا سوفت اكتر، طعمها برضو واضح جدا، والريحه بتاعتها هايله. انا بحب ريحه الحاجات اللي بتتعمل بالزبده، اي حاجه بتتعمل بالزبده بيبقى ريحتها وطعمها حاجه ملهاش حل يعني. لا حلوه برضه، كسبت في ده كمان، هايله. في معالق حلو جدا، في معالق اهي. انا عايز اجرب العسل لاني عاشق للعسل النحل، وبقالي 20 سنه. كان عندي مشكله في العسل النحل ان انا هشرب الشاي ازاي يعني. لما خدت قرار ان انا احلي بعسل النحل هشرب الشاي ازاي، ده كان اكتر حاجه، لان كل المشروبات التانية عسل النحل بيليق عليها مفيش مشاكل خالص. لكن الشاي دلوقتي انا لو العسل خلص ما بعرفش اشرب الشاي ده بجد. بسم الله. ده اكل منه زي ما انا عايز، ده يعني هاخد منه واحدة تانية. طبعا العسل مذكور في القرآن الكريم. هايل، فيه الشفاء للناس. لغاية دلوقتي المنتجات بجد هايلة، وعجبني كمان يعني هم موفرين كل حاجة. أنا شايف إن هم موفرين كل حاجة، كل الأحجام شكلنا كده هنستعمل سمنة وزبدة وعسل طبيعي وفلاحي 100% بدون أي مواد حافظة. بيور لاند الحلوب، مطرح ما يسري يمري. بيور لاند الحلوب، مطرح ما يسري يمري.